طب ليه يا عم؟ طب بجد ليه؟ يا جماعة أنا لو بتفرج على ذا لورد اوف ذا رينجز هيبقى بالنسبة لي أحسن. بجد أنا ليه يا عم؟ أنا أتفرج بالنسبة لي على أفلام لإسماعيل ياسين ويقول بالنسبة لي أحسن. ليه؟ ليه بقى؟ ليه بقى حرقة الدم والأعصاب كل 3 أيام دول ليه؟ كورس باخد الاي سي دي ال مثلا. ليه؟ صفر ايه يا جدعان؟ اصبروا يا جدعان، انا لسه راكن يا جدعان، هنزل اهوت يا جدعان. هو في ايه يا جدعان؟ 2-0 ايه؟ يا رب وفقنا يا رب، انت اللي عالم بالحال يا رب. احنا بنهاجم بمارسيال يا رب وهم بيهاجموا بنيكيتيا. اقسم بالله انا لسه نازل من البيت عشان اروح اتفرج على الزفت. 2-0 في الدقيقة 4 ليه؟ بيقابلوا ظهور دينا ايه ده؟ لو بيقابلوا دينا مش هيعملوا فيها كده. واير بيسخن وهويلاند بيسخن. سخن لي شاي يا ابني. لكل الناس اللي اتفرجت على ماتش مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، نركز بالله عليكم. واحنا يا جماعة هنكسب امتى؟ هنكسب امتى ماتش كبير؟ امتى؟ طب هنكسب امتى ماتش صغير؟ طب هنكسب امتى ماتش متوسط؟ يا جماعة احنا بنكسب بطلوع الروح، احنا بنكسب بالدعاء. ده سر الدعاء والسجدة ده يا اخوانا. احنا بنقابل كوبنهاجن كسبان 1-0 والاخر ثانية هيجيلنا جلطة في القلب. طب ليه يا جماعة؟ يا جماعة ما نتعلم طريقة عمل الاندومي احسن لي. يا جماعة ما نتفرج على طريقة عمل السبانخ. انا مش فاهم يا جماعة. طب ما اكل بتنجان واكل حديد احسن. انا مش فاهم ليه بحرق في دمي وبحرق في اعصابي وبحرق في نيلة. خسرنا 3-0 على ارضنا. ده غير قسما بالله مثلا اونانا شايل 4-5 تجوان مثلا. يعني انا مش فاهم هنفوق امتى؟ يعني قول لي العيب في مين؟ لما العيب بالنسبة لك لا مش في اللعيبة، واللعيبة بتحاول تعمل اللي عليها، وفي مشاكل في اوضة اللبس، وفي مشاكل في الادارة. يعني المشكلة مش في المدرب، لا مش في المدرب. المدرب عامل اللي عليه. يعني هو اللي كان هيضيع، هو اللي ضيع انفراد راشفورد ولا هويلاند ولا مش عارف مين ولا بتنجان. ايوه يا جماعة العيب في مين دلوقتي؟ العيب في مين لما بنلعب بالشكل ده؟ العيب في مين؟ يا جماعة احنا مش عارفين نطلع الكرة. انا الشوط التاني ده قاعد، يعني الشوط الاول عملنا هجمتين في الاول تقريبا وهجمة في الاخر. الشوط التاني ده انا قاعد، انا بتفرج في منطقة جزائي. عشان احنا ما طلعوش من منطقة الطمن. انا نفسي اعرف مين متألق في الفريق غير اونانا وماجواير. يا جماعة احنا مش عارفين لا نخلص كرة قدام الجون، لا عارفين نفنش، لا عارفين نطلع بهجمة صح، لا عارفين نلعب الطولية صح، لا عارفين نعمل هجمة منظمة، ولا حتى كونتر الاتاك. مش عارفين نعمل حاجة. ايوه يا جماعة والله العظيم انا تعبت لما اقعد اتفرج على الفريق واقول هي ويا رب بقى، والمرة دي بجد يا رجالة. انا كان نفسي نبقى في المركز السادس. احنا بعد الخسارة دي بقينا بقى في المركز الكام بقى؟ انا كل اللي مضايقني اكتر اني قلت لا، ولا انت هتكابتن يالا هالاند قدام فريقك؟ فوق يالا، فوق يالا، انت عبيط. وفعلا قمت باع هالاند، بعت هالاند وجبت واتكنز وتريبيه. يا نهار اسوح. هالاند جنين واسيست. ده في ناس عامله تريبل كابتن. طب ليه يا شباب؟ يعني انا مش فاهم الصراحه. انا مش عارف اتكلم في ايه. انا كل اسبوع بطلع اتكلم نفس الكلام. لا بنعرف نعمل هجمه منظمه يا جماعه. يا جماعه خليني اقول لك برضو على حاجه في الفريق ده. في واحد النهارده بيبقى فايق زي اونانا مثلا. النهارده هو وماجواير كانوا كويسين جدا. الماتش اللي جاي هتلاقي في واحد تاني فايق زي مثلا ماكتوميني، وبقيه الفريق خلاص اونانا بقى وماجواير رجعوا بقى لعادتهم الطبيعيه. ما في واحد تاني تألق بقى خلاص. احنا بقت الدنيا حلوه، بقت الدنيا جميله. طب هو يا برونو ايه المشكله في خط النص؟ يمكن انت يعني انا ليه ما بشوفكش؟ يعني انا شفت الشوطه بتاعتك دي حلوه،
بس الكلام ده نعمله برونو في ماتش احنا كسبانين فيه 4. تمام. في ماتش احنا مفشخين فيه الدنيا. انا مش فاهم إريكسن ده انت عايز ايه من الفريق يا معلم؟ ما يعني ده احنا مشينا كريستيانو وجبنا مكانه هويلاند. ايوه هويلاند ده مضيع انفراد. يا نهار اسود. هويلاند ده مضيع انفراد ما يضيعش، وعهد الله ما يضيع. طب هنفضل كده لحد يعني هنقفل الموسم ده في المركز ال17؟ يعني هنقفل ايه بقى؟ هنفضل بالشكل ده لحد امتى؟ احنا لسه هنقابل ليفربول، يا نهار ازرق، والبايرن وتشيلسي، كل دول الشهر الجاي. ربنا يستر بقى، هو شهر. طب يا جماعه احنا ما عندناش ترابط اسري. عارفين الترابط الاسري؟ احنا العيله عندنا يا جماعه ما عندهاش ترابط اسري. يا جماعه خط النص في زاويه، والدفاع عندنا في حته، والهجوم يجري. يا جماعه انتوا بتفكروني وانا في ابتدائي كنا بنلعب كده. كانوا كل الفريق 22 لاعب بيجروا ورا الكوره. احنا يا جماعه 11 لعيب بيجروا ورا الكوره. يا جماعه احنا ما عندناش انتظام في المراكز. يا جماعه الجون بتاع هالاند، الجون التاني ده، انا نفسي اعرف مين كان ماسك هالاند من بره ال 18. هو مش عارف كان معاه حد، بعد كده سابه سرح هو مشي كده، وهالاند بقى ايه ورا كده، فضل يرجع لحد ما بقى قدام الجون، جات له العرضيه بالدماغ ديريبيو. ايه يا جماعه مش عارفين نعمل كرة؟ يا جماعه نفتح النادي مصنع حلويات؟ نعمل ايه طيب يا تنهاج؟ يا عمنا هنفضل كده لحد امتى يا عم؟ انا ما بقتش اسمع محللين ولا اسمع واللي يقول لك بقى اصل عندهم مشكله في خط النص والباكات عنده. يا عم خلاص بقى، انت عارف احنا وصلنا لدرجه اللي هو عايز تقول حاجه قولها. ايش طيب يا جماعه؟ ده في مقوله اسمها الحلوه والمره معاه. انا ما شفتش غير المره يا جماعه. نفسي اشوف حلوه. انا نفسي اشوف حلوه بجد. انا باكل شوكولاته علشان عم احس بالحلوه. بص اللعيبه، حجم اللعيبه اللي عاملين عندنا كوارث. إريكسن ضايع، راشفورد في الهبلولي، هويلاند يعني هو مهاجم على فكره كويس، بس هو محتاج فريق يكون كل المراكز كويسه، علشان هو ان شاء الله كمان 6 شهور هيبقى سوبر ستار. يعني هو محتاج فريق اصلا زي السيتي مثلا، محتاج فريق متكامل علشان يبقى يقدر بقى ان هو يبان ويجيب جون وياخد الثقه ويجرب هنا ويجرب هنا ويشوط من بره مره ويعمل. هو عايز فريق مش عايز فريق زينا، مش عايز فريق فيه 7-8 مراكز عاهات. هويلاند يخش لي على خط النص. عندنا مارك انطوني طبعا نجم التيك توك، مشاكله مش فاضي، هو مش فاضلنا اصلا، مش فاضلنا. بيقول لك بقى يتلاقي بيقول لها البسي اصفر ولا اخضر ولا احمر. ما انتوا لو مركزين مع الفريق ده، احنا عندنا لاعب اسمه مارسيال، التدريب كان الساعه 1 راح التدريب 9 الصبح. انتوا بتدخنوا ايه؟ انتوا بتشربوا ايه؟ مارسيال. خط النص بقى عندك كابتن برونو لما بيبقى فايق بيبقى حلو، بس بيلعب يعني انا عايز اعرف جبنا ماونت ليه مثلا. المشكله تعال نفكر فيها كده، احنا جايبين كام صفقه الفريق السنه دي؟ هل احنا مش جايبين لعيبه؟ لا جايبين اونانا، جايبين ريجليون، جايبين سفيان مرابط، جايبين هويلاند، جايبين ماونت، جايبين مين تاني انا نسيت. احنا جايبين تقريبا في لعيب كمان احنا جايبينه تقريبا انا نسيت. احنا جايبين لعيبه كتير. انا عايز اعرف بحجم اللعيبه اللي احنا جايبينها دي مش عارفين نعمل هجمه؟
مش عارفين نعمل حاجة. انت جايب يعني اقل حاجة انت جايب 5 لعيبة للفريق جداد. ال5 لعيبة مش قادرين يغيروا حاجة. 5 لعيبة مش قادرين يغيروا حاجة. نغير كام لاعب؟ نغير 11 لاعب علشان نحس بتغيير. يعني لو حد بيقول لك يا عم طب ما تجيبوا صفقة، جايبين 5 يا حبيب قلبي، جايبين 5 أو 6 كمان. إدارة قمة الفشل. واحد زي جرين وود ده مش عايز ترجعه النادي، عايز تبيعه بشكل نهائي. انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ الواد بدأ يرجع ده كان من احسن لعيبه عندك، كان من احسن لعيبه عندك، كان لعيب بتحس بفارق معاه. عايزين تمشوه ونرجع نجيب واحد في مركزه بيشم كله ويقول لك عايزين فيه 85 مليار، واحنا نقول لهم يا جماعه قللوها خليها 70,000. يقول لك لا 90. هو سعره بره ما يجيبش 30,000 جنيه، وفي الاخر نشتريه في الاخر ب90 ونقعده دك او ما يلعبش حلو او يتخانق مع مدرب. سانشو ده يا ابني ما انت عندك يعني كل الناس اللي كانوا بيلعبوا جنبك متألقين. يعني هالاند كان جنبه، بلينجهام كان جنبه. ايوه انت بقى ايه اللي حصل معاك وايه المشكله الكبيره اللي معاك ده احنا عندنا حكايات. كان نفسي نطلع على الاقل تعادل، والله العظيم كان نفسي نتعادل، بس ما كانش نفسي في اكتر من كده. كنا هنوقع السيتي معانا شويه بحيث نحاول نعمل اي حاجه. يا اخي ده دوري الابطال، احنا الحمد لله بقينا المركز الثالث الحمد لله. خسرنا ماتشين وكسبنا ماتش. احنا شباب اي ماتش هنخسره بعد كده خلاص احنا ضيعنا خلاص. هتقابل بقى لسه البايرن تاني على ارضك بقى، بقابلني لو كسبتها. والله يا جماعه الواحد زي اقسم بالله انا مش عارف يا عم، والله العظيم بفكر بعد كده ما اتفرجش على ماتشات. فعلا تعبت. الواحد شعره ابيض. شكرا يا جماعه، ولو عجبك المحتوى اللي بنقدمه لايك وشير وسبسكرايب وخلينا نوصل لاكبر عدد ممكن. سلام.